اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الكبير. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك على المحتوى. النهارده معانا شخصيه جديده، فيلا بينا نبدا. يلا بينا. فاسألوا الأكوان عنا من نكون. انقضى عهد وولى وانتهى ليل الظلام، صفحة فينا ستطوى كسنين من ركام. انقضى عهد وولى وانتهى ليل الظلام، صفحة فينا ستطوى كسنين من ركام. أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين. أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أعينا إذ تفرحين. لن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى. لن ننطفي أبدا لن ننتهي أبدا، إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا. النهارده هنتكلم عن شخصيه من الشخصيات اللي واجهت تحديات وظلم كتير في حياتها. الشخصيه دي فضلت تقاوم الظلم لحد ما حققت حريه. الشخصيه اللي معانا النهارده هو الامير عبد الرحمن ابن ابراهيم ابن سوري. الراجل ده عاش قصه ملهمه، بدات من العبوديه وانتهت بانه كان رمز للحريه والنضال. حياته كانت مليانه بالتحديات، لكنه فضل ماسك على دينه ومبادئه وفضل يحارب عشان يرجع لبلاده ويخدم وطنه. عبد الرحمن بن سوري اتولد في غرب افريقيا، في منطقه دلوقتي معروفه بدول غرب افريقيا. كان من عيله غنيه ومشهوره، ابوه كان من الشخصيات المهمه في المجتمع. عبد الرحمن اتربى في جو مسلم وتعلم علوم الشريعه والتاريخ الاسلامي. كان طفل ذكي ومتفوق في الدراسه، كان كله شايف ان مستقبله هيكون مشرق. بس ثواني، القدر كان ليه رأي تاني. في ليلة من الليالي القراصنة بتوع العبيد هجموا المنطقة اللي هو كان فيها، خطفوه مع ناس تانية كتير. اتنقل عن طريق البحر لولاية فرجينيا في أمريكا، وهناك اتباع عبد في مزارع القطن. الحياة في العبودية كانت قاسية جدا، لكن عبد الرحمن فضل متمسك بإيمان. كان بيصلي ويصوم ومحافظ على الهوية الإسلامية رغم كل الظروف القاسية، وكل المؤشرات كانت بتقول عكس كده. عبد الرحمن ما كانش شخص بيستسلم للظروف، وكان عنده إصرار إن هو يحرر نفسه. بدأ إن هو يشتغل مع ناس كانوا بيؤمنوا بيه وشايفين ان هو حاجه كبيره، وقدم طلب للمحكمه عشان ياخد حريته. بعد محاكمه طويله اخيرا نجح ان هو ياخد حريته، لكن القصه ما انتهتش لحد كده. بعد ما خد حريته قرر ان هو يرجع لبلده اللي هي في قلب افريقيا. الرحله دي كانت صعبه ومليانه مخاطر كتير، وده بسبب ان القوات الاستعماريه كانت رفض تام مرور اي افارقه بسبب ان هم كانوا بياخدوهم كعبيد. لكن عبد الرحمن صمم ان هو يرجع، انا لازم ارجع. وبشويه مساعده من المسلمين اللي كانوا في امريكا قدر يجمع التبرعات ووفر الوسائل اللي خلته يرجع لبلده فعلا. لما رجع لافريقيا عبد الرحمن ما كانش عايز يعيش زيه زي اي حد، قرر ان هو يستغل التجربه اللي اتعرض ليها دي واستفاد منها دروس كتير، وبدا ان هو يعلم الناس. بدا يبني مساجد ومدارس، كان دايما بيحث الشباب على ان هم يتمسكوا بالدين ودايما يشتغلوا عشان يطوروا مجتمع. كان شايف نفسه جسر بين المسلمين اللي في امريكا واللي في افريقيا، وبيشتغل على نفسه دايما عشان يقوي العلاقه ما بينهم. عمل انجازات كتير، واجه تحديات اكتر، كان في معوقات سياسيه واجتماعيه لكنه ما يئس. كان بيتعامل مع ذكائه وحكمته وقدرته في التعامل مع السلطات المحليه عشان ياخد منهم دعم عشان يقدر يبني المساجد والمدارس. كان شغله الشاغل ان هو يبني مجتمع قوي متحد. النضال والتحرر والعزيمه والايمان هم الشعله اللي بيحركوا اي مجتمع عشان يطلع قدام. التخلف والتاخر ما هو الا وسيله مندثه بينا عشان ما نفكرش وما نشوفش حياتنا قدام. قصة حياته بتعلمنا ان الايمان والصبر هما اللي بيخلوا الانسان يتغلب على اي ظروف صعبة، ودي فعلا حقيقة. نبص ونشوف حوالينا ونؤمن بنفسنا ونتوكل على الله. وبس كده، دي تكون نهاية حلقتنا النهارده. لو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لو عجبك المحتوى. وبس كده.